أكيد عمرك ما شفت كرتون زي ده قبل كده. الكرتون بيعرض طرق غريبة ومضحكة بيختفي بيها الطيور دي من المشهد، وكل مرة بشكل أغرب من اللي قبلها. في جزيرة معزولة كانت عايشة مجموعة من طيور الدودو الزرقاء، ما يعرفوش يطيروا ومش قادرين يوصلوا لجوز الهند على الشجر، فكانوا بياكلوا بس اللي بيقع على الأرض ودايماً جعانين. على الناحية التانية كان في جزيرة مليانة فواكه وخضار، لو قدروا يوصلوا لها حياتهم هتبقى أسهل، لكن المشكلة إن القروش في البحر ما كانتش بتسيب حد يعدي. في يوم ظهر قائد للمجموعة وقرر إنهم يحاولوا يوصلوا للجزيرة التانية. رغم إن الفكرة صعبة وافقوا يجربوا. أول طائر قفز من الجرف قدام الكل علشان يكتشف قدراته، لكن المحاولة ما نجحتش. بعدها دودو ذكي افتكر إن المشكلة في قلة الريش، فشال شوية ريش من طائر تاني وجرب، لكن سرب نحل ظهر ولخبط الخطة. الطائر اللي فقد ريشه فقعد تحت الشمس القوية وبقى شبه دجاجة من شدة الحر. بعد كده دودوين لاحظوا إن جوزة هند وقعت في فتحة بركان واتقذفت ناحية جزيرة الفواكه، فقرروا يجربوا نفس الفكرة، لكن ما نجحتش. واحد تاني استخدم عود بامبو كمقلاع، لكنه نسي إن البامبو بيرجع فاتخبط وخرج من المغامرة. خلال وقت قصير نص الدودو تقريباً خرج من المغامرة والإحباط سيطر على الباقي. القائد رجع بفكرة جديدة، يبنوا صاروخ باستخدام قوة البركان. طلعوا فوق ووقفوا فوق بعض وشكلوا شكل صاروخ، لكن المحاولة انتهت بسرعة ووقعوا جوه البركان. بعدها البركان ثار والقائد اتقذف بعيد ووقع في البحر فوق صخرة أنقذته من القرش. لاحظ إنه قرب من جزيرة الفواكه ورجع له الأمل، لكن بعدها خبط في سفينة، وبكده اختفت طيور الدودو في النهاية. والغريب إن السبب كان البشر.